صوت الصحافة، نبض الخبر. تصريحات حكيمي تؤزم علاقته بإدارة باريس سان جيرمان. لاعب ريال مدريد السابق يرى أنه الأحق بالكرة الذهبية هذا العام. قال تقرير صحفي فرنسي يوم الجمعة إن العلاقة متوترة بين النجم المغربي أشرف حكيمي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة. ولم تعجب الإدارة لهجة حكيمي خلال حديثه لقناة كانال بلوس بشأن طموحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية. وأضافت الصحيفة أن النادي حاول حذف هذا المقطع من مقابلة حكيمي مع القناة الفرنسية بينما ينفي PSG هذه المزاعم. واعتبرت ليكيب أن النادي الباريسي لا يكون موفقا في التعامل مع نجومه أحيانا. وكان حكيمي قد صرح: بناء على ما قدمته من أرقام كمدافع أرى أنني الأحق بالجائزة أكثر من أي مهاجم آخر. ويأتي الدولي المغربي ضمن 8 لاعبين باريسيين مرشحين للجائزة المرموقة، أبرزهم زميله الفرنسي عثمان ديمبلي. صوت الصحافة، نبض الخبر.